تضمن التقدم لأمتنا بين الأمم. ثالثا، التعاون والتشارك في اقتراح ميثاق أخلاقي. والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بادئا ببدء، أولا إننا فخورين بكم رجال مهنة المتاعب، ودوركم دور إيجابي في المجتمع من أجل التوجيه، من أجل التقييم، من أجل التنوير. فشكرا لكم على حضوركم وتتبعكم لهذا الملتقى العالمي للتصوف وللقرية التضامنية ولكل الأنشطة التي واكبت هاتين التظاهرتين المهمتين التي أصبحت الطريقة القادسية ومؤسسة الملتقى ومشيخة الطريقة وجميع المؤسسات التي تشتغل معنا، تشتغل كل سنتين على إبراز قيم الوطنية والثوابت الدينية لمغربنا، مغرب القيم ومغرب الصلاح ومغرب التعايش ومغرب الأمن والسلام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. إذن وصل الملتقى في دورته 19 في سن أكثر من الرشد، فتجربة ونضجا، وأصبح محطة أكاديمية دولية مشعة للقيم الإنسانية والأخلاق الإسلامية والتربية الروحية بما يحمله التصوف من بعد تزكوي وقيم أخلاقية روحية تهتم بإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، إلى جانب كل الفاعلين أو كل المؤسسات التي تشتغل في الحقل الديني، سواء المؤسسات الرسمية من وزارة الأوقاف أو المجلس العلمي الأعلى أو المجالس المحلية، وكذلك الطرق الصوفية، حتى لا نحتكر هذا العمل وحدنا، ولكن نشتغل ونساهم إلى جانب كل الغيورين وكل الذين يخدمون الشأن الديني والشأن الصوفي، بل الشأن القيمي الإنساني عامة. فهذه السنة اخترنا موضوعا مهما نعيه داخل السياق الذي يعيشه كل المجتمعات، هو هذا البعد أو هذا الجانب، جانب التكنولوجيا المعرفية أو جانب التكنولوجيات الحديثة وما يتعلق بالرقمنة وخصوصا الذكاء الاصطناعي الخادم لها، لأن هذا البعد وهذا العلم هو خادم للإنسان من أجل تطوير جميع مهاراته، وكذلك لتسليطها على جميع القطاعات، كيفما الهندسية أو الفلاحية أو الطبية أو الدراسية الجامعية، كي يستفيد منها الإنسان. إلا أننا لاحظنا العلاقة بين التصوف والذكاء الاصطناعي. قد يتساءل واحد منكم العلاقة التي توجد بينهما. التصوف باعتباره أولا أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف، كما يقال في تعريفه للتصوف، الذي هو ثابت من ثابت هويتنا الدينية، بالإضافة إلى العقيدة الأشعرية والفقه المالكي وإمارة المؤمنين والتصوف الجنيدي، والإمارة التي هي حاضنة لكل هذه الثوابت الدينية. فهذا ما يضمن للمغرب هذا الأمن الروحي. والتصوف يشتغل على إصلاح الفرد من الداخل، لأنه
بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ألا هو جهاد النفس. وهذه القلوب تصدأ وجلاؤها ذكر الله. فاهتمت الزوايا الطرق الصوفية ومن بينها الطريقة القادرة البوشيشية بإصلاح النفوس مساهمة في إصلاح الفرد لإصلاح المجتمع. لأنه إذا الإنسان رغم أنه يمكن أن يكتب يعني منظومة أخلاقية قيمية، ولكن إذا لم يؤمن بها ويتشبع بها ويكون التغيير من الداخل، لا يطبق هذه المنظومات والميثاقات الأخلاقية. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والنفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهي نفس لوامة ونفس مطمئنة وراضية مرضية. وهذا النفس إذا هذه النفس لا بد لها من تزكية من أجل العمل الصالح، كما تشتغل على ذلك يعني يشتغل على المجلس العلمي على أن الحياة الطيبة هي تبدأ بالإيمان وتبدأ بالتزكية للوصول والعمل الصالح من أجل هذه الحياة الطيبة ذات النفع للبلاد والعباد. فالتصوف يشتغل على هذا. إذن هو منظومة أخلاقية قيمية بعيدة، ونحن نشتغل من أجل هذا يعني ونستدعي المجموع من العلماء والأساتذة لكذلك نبين أن دور التصوف ليس هو دور فولكلوري كما نجده بعض المواسم الفولكلورية واختلاط بين النساء والرجال وبعض الأشياء التي تقال على التصوف أنه شعبوي، أنه فيه مجموعة من البدع. نحاول بقدر المستطاع أن ننقي التصوف هو تصوف العلمي والعملي، وإحنا لسنا هنا من أجل يعني صحبة الرجال أو الشيخ من أجل يعني تشبت به كشخص، بل كمعلم يصاحب لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الرحمن فاسأل به خبيرا، وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا كان المشرق بلد الأنبياء والرسل، فالمغرب بلد الأنبياء والصالحين، وأن أرضه تعطي الصالحين والأخيار مثل ما تعطي الأرض والكلى. وهذه الأخلاق نجدها في عند المواطن المغربي وعند الأسر المغربية، ديال العطاء وديال الجود وديال الكرم والمحبة. ما كنوجدهاش ما كنلقاهاش عند شي بلاد آخر هو المغرب، لأنه كيجي شي واحد ضيف ويسألك وكتجي تستضيفه هو تعطيه من عندك. هادشي موجود عند المغاربة لأنه هو بعد أخلاقي ديال الكرم والجود. وأبو العباس السبتي وهو مسبعة رجال كيقول: لا، ثقافه الجود اللي عنده. وراحنا كاينه دابا كاينه واحد المساله عند المغاربه في مراكش بالخصوص، ملي كيدير شي مشروع كيدير العباسيه اول ما يبداوا به هو انه كيعطي الناس بذاك المشروع اللي كيدير، سواء كان سفنج ولا كان مشروع يعني ديال الصناعه التقليديه الى اخره. هذاك يعني ان حتى قيل ابو العباس السبتي وهو مسبعه رجال: الوجود ينفعل بالجود، ثقافه الوجود. اذا الجود فيه الخير، الصدقه تدفع البلاء. هذه مقدمه عن التصوف واهميه. يمكن يكون هذا واحد المقدمه على التصوف انه اخلاق، التصوف انه يعني مش هذه المسائل اللي كتشوفوها انتم كيقولوا الانسان كيعبدوا الناس وكيديروا وكذا شي. لا، هذه صحبه في الله، رجلان يتحابان في الله واجتمع عليه وافترق عليه. وهذا التعلق اللي كتشوفوه هنا في مادا وفي قريه مادا اللي اصبحت هذه قريه مشيعه وكياتون الناس هنا. كان بعض الناس الاجانب لا ياتون الى المغرب ولا يعرفون المغرب الا بمادا والى اذا بمادا. الحمد لله تعرفت هذه الطريقه، تعرف المغرب وعرفوهم امريكيين كوريين اسيويين افارقه امريكيين اوروبيين. ويمكن ان تسالون واحد لماذا سبب الاوروبيين والغربيين يعني تجاوزونا ثقافيا بل علميا وتكنولوجيا وماديا، ولكن هم يعني وصلوا الى مشكل الفراغ الروحي ومشكل الازمه الروحيه نجدها متجسمه وموجوده عند الاسر. تفكك الاسري، الانسان من الوالد ديالو يوصل واحد السن كيمشي يدير المنزل ديال ميزون دو غوبو، يعني دار العجزه كيتخلى على والديه. حنا والحمد لله المغاربه عطاو في قطر كان عندهم واحد البرهان وعطاو واحد الشكل ديال هذه العلاقه الاسريه اللي هي اصلها بمحبه الوالدين من الايمان اللي هي بعد روحي واخلاقي. كذلك هناك الانتحار وهناك الادمان، ولا سيما في الدول ديال الاسكندنافيه كنلقاو موجود الناس كيوصلوا واحد السن ما عندهمش السعاده رغم انهم عندهم الفراغ الروحي، يعني الماده ولا الهواء ولا كذا ولا السفر ولا ما عطاهمش
عطاو هذا الاستقرار وهذه السعاده الباطنيه. اذا هنا الحمد لله الناس في عوض ما يمشيوا عند الزرادشتيه وعند البوذيه كيجيو عند الاسلام ويجيو عند التصوف وكيتعلموا يحفظ القران. اغلبهم يحفظون ياسين، اغلبهم يحفظون تبارك، هو يقدر يحفظ اكثر من المسلم المغربي او اكثر من كذا اللي ما شباب. اذا فالطريقه تعلم حفظ القران ومحبه الله ورسوله ومحبه ملكنا ومحبه اصبحوا يحبون الملك والمغرب. رجعوا الموضوع ديال الكلام ذو سجون وما غاديش نكملوا به الا غادي نتكلموا على التصوف وعلم كتب فيه الغزالي، كتب فيه العز بن عبد السلام، كتب فيه ابن عربي، وكل هاد العلماء كانوا جمعوا بين العلم والعمل. هاد العلماء ما عطاوش للتصوف، اللي عطاو العلوم الاخرى، على الفلسفه، الفكر الاسلامي، المقاصد، عطاو كلهم كان عندهم هذا البعد الايماني وهذا البعد الروحي الاخلاقي. وعلاش؟ انهم لقاو هذا بدون تكنولوجيا. من غادي يبدا الموضوع بدون تكنولوجيا، بدون كمبيوتر، بدون كهرباء، واستطاعوا ان يؤلفوا ما يمكن ان نقدره بالاف الكيلومترات من الكتب التي كتبوا، من اوراق الكتب التي كتبوها. كانوا لا يعيشون طويلا، 60 سنه، 55. السيوطي يعيش 55، اكثر من 1000 كتاب عنده. هاد الناس ولا ابن تيميه رحمه الله ولا ابن الغزالي امام حجه الاسلام، كلهم هادو، العز بن عبد السلام، هادو كتبوا كتب لانهم كانوا صوفيه. اتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى هنا في القلب، وهذا القلب صداء وجلاؤه ذكر الله. هاد الناس، هاد البعد يعني اكثر من الانترنت واكثر من الذكاء الاصطناعي، هو الذكاء روحي. استطاعوا انهم بفضل هذه التقوى ديالهم والمحبه كان عندهم علم موسوعي. ما بقاش اليوم لا نجد علماء الان عندهم فكر موسوعي من الفلك، من الفلسفه، من علوم الحديث وعلوم القران، التاريخ، الجغرافيا. هاد الناس كان عندهم العلم الموسوعي. هذا العلم الموسوعي جاء من هذا البعد الروحي والتزكوي. اتقوا الله ويعلمكم الله. اذا اذا هناك الذكاء الروحي. هذا الذكاء الروحي هو بالصحبه، بالاجتهاد، بالتزكيه. اذا هذا الذكاء، اذا تصف منظومه اخلاقيه وقيميه تربي الناس على حب الله وحب رسوله وعلى هذه الاخلاق. حتى قيل ان الصوفي المحسن المسلم هو كالارض يطأه البر والفاجر وما يخرج به الا طيبا. خص الانسان اذا متسلح بالصبر مثل القيم الاخلاقيه والتي تضمن الانسان هويته الدينيه. الذكاء الاصطناعي اذا تناولنا بعجاله الذكاء الاصطناعي يزودنا عن طريق الخوارزمات، الالغوريثم، بامكانيات يعني لا حد لها. حتى غادي تقولوا لي يمكن واش ماشي كله سلبي، لا، فيه الايجابيات الكثيره للانسان، يخدم الانسان في ايجابيات وسلبيات. الايجابيات اللي يخدموا الاسلام في جميع الانسان في جميع القطاعات والتشخيص ديال المرضى في الطب، ويمكن شخص الذكاء الاصطناعي امراضا لم يشخصها الانسان بسرعه. مثلا شات جي بي تي كتعطي له يعني واحد الموضوع يعطيك الموضوع موجود في دقائق، في دقيقه. انا بغيت نتكلم مثلا علم الفضاء والانسان، كيعطيك علم الفضاء والانسان في دقائق، ويعطيك يعني مصادر ومراجع الى اخره. ولكن السلبيات ديال الذكاء الاصطناعي هو انه ماذا سيورث هذا الشات جي بي تي اللي واصلين دابا 4 هو انه يعلم سلو الاتكال. يعلمك يا سيدي يعني انه يكبت، يعني الابتكار في الانسان والابداع في الانسان، الاتكاليه، ويصبح الطالب كذلك انه يتكل على ذاك دون مجهود. اذا غادي سوف الادراكه ديالو تنقص، وكذلك مجهوداته يعني الابداعيه، يصبح الانسان غير قادر على الابداع، يعول دائما. يمكن انا اقول من اجل الاستئناس، يمكن نستانس به، ولكن دائما نعول عليه. اذا هذا الكتاب اللي غادي يعطيه الطالب في الماجستير ولا في الدكتوراه غادي يكون كتاب يعني بعيد على الحقيقه ديال التعلم والعلم، ويكون هو مصدر الانتاج الفكري والعلمي. اذا لابد ان نستعمل يعني الذكاء الاصطناعي بوسطيه واعتدال حتى لا نكون يعني تحت سيطره هذا الذكاء الاصطناعي. وراه كاين بالناس منكم وكاين يوقع له الانسان، يوقع له التفكك الاسري عن طريق ما كيشوف 10 ساعات هو مع الانترنت، ما كيشوف باه، ما كيشوف مو، يعني منعزول في بيت واحد. اذا هذا اذا الانترنت ولا الذكاء الاصطناعي يفكك الاسر. اذا لابد ان نعمل تكون اخلاقيات، وهذا ما تناوله يعني الاخلاقيات تجعلنا نفكر في انفسنا، علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، واستعمال هذا الذكاء الاصطناعي، وتكونوا احنا قوه
قوة يعني قادرة ناعمة على الإنتاج وقدرة على البروبوزيسيون، يعني أنها ديال الاقتراحية ديال يكون اشتغال ما يفيدنا وليس ما يهلكنا، ويكون على حساب يعني جانب الروحي وقيمنا الإسلامية بل الإنسانية. وهذا ما خرج به يعني تدارسه مجموعة العلماء والأساتذة سواء من المغرب والجامعات وجميع اختصاصات هذه السنة أكثر من تقريبا 90 إلى 100 متدخل. إذن أكثر من 14 جلسة بالختامية تقريبا 16 جلسة والافتتاحية. إذن وكل جلسة فيها 7-8 ديال العلماء والأساتذة، وانفتحنا على الجامعات كيجيو الجامعات المغربية، ولاحظوا أن هذا يعني المشاركات والمدارسات والمطارحات كلها مهمة وكلها عندها واحد المستوى عالي، وأصبحنا ننتج يعني كتبان تتناول هذه القضايا المهمة. تناولنا الدبلوماسية الروحية، تناولنا تدبير القيم دور القيم والأخلاق في تدبير الأزمات بعد كورونا. تناولنا مواضيع عديدة، وحتى في ليالي الوصال يمكن أن يكون برنامج تاعنا يعني ليالي الوصال هو استخدام التكنولوجيا بإيجابية من أجل استفادة الآخر، يعني نروح عنه من السمع، تكون قضايا ودروس علمية، ويكون الإنسان نفسية حتى تقي الإنسان كانت المخاطر ديال الأزمة ديال كورونا أنتم وكبتوها جميعا. إذا استعملنا طريقة والعلماء والملتقى ومؤسسة الجمال، يعني هذه التقنية الحديثة من أجل ما هو إيجابي بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمسلم، والتكلم بلغات متعددة مع الآخر اللي بعيد علينا 5000 و10,000 كيلومتر. إذن وهذا برنامج أسبوعي للطريقة، استعمال الذكاء الاصطناعي فيما يفيد. كذلك هناك التيك توك مثلا من سلبياته دراسات كبيرة لعلماء النفس والمختصين أنها تؤدي إلى الهلوسة، تؤدي الإدمان عليها، يؤدي الشباب خصوصا الشباب للهلمات. إذن وهو يعني يستهلك برامج قد لا تفيده لا في دراسته ولا، إذن هو تحت سيطرة الآلة. الطريقة كديرها بالسكوت، بعض المرات ما كنديروش الإشهار بزاف، لأن الإنسان ينفون دي بغي كدو فيت، قال لك الخاوي هو اللي كيتكلم. حنا الحمد لله. نتمنى تكون معكم يعني الصحافه لقاءات مستمره ماشي في المولد، وندير انا مستعد نضبطوا انتم شي جمعيه ديالكم شي عمل اللي هو من اجل المغرب، من اجل ثقافتنا وقيمنا نتعاونوا عليها، ونتمنى لكم الخير ولهذا المغرب وللمسلمين، وينصر اخواننا في ويحفظهم في فلسطين في غزه، ونكونوا ان شاء الله كلنا سفراء ديال الخير وديال القيم، نكونوا كالبنيان المرصوص يشدوا بعض بعضا وكجسد واحد. كذلك الطريقه عرفت بالسماع حتى هي دبلوماسيه جماليه، سواء كاين مجموعه في اوروبا ولا مجموعه في المغرب الوطنيه برئاسه الاخ مولاي معاذ. فالحمد لله اصبح السمع حتى هو هذاك الوجه ديال الجمال، وجه ديال الفني، لانه الاوروبي بالنسبه له المسلمين صبحوا كيضيقوا بتواجدهم. خصنا يعني الجانب الاسلامي وتفرض الاسلام نفرضوه بالاخلاق ديالنا بالمحبه ديالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم لين هين كالسنبله. سنكون بهكذا ننشر الاسلام بهذه القيم وبهذه الاخلاق، وانتم سفراء كذلك الساده الصحفيين والاعلاميين. نتمنى لكم النجاح، المقاولات ديالكم والمجهودات ديالكم ماشي سهله هذه المهنه باش ننجحوا فيها ان شاء الله، ونتعاونوا عليه الى قدينا ان شاء الله. فاحنا كنحاولوا بعض المرات المستشارين كنديروهم، ولكن ما كنلمسوش منهم حتى شي حاجه كنديروهم. المهم هذا كلام اخر، ولكن نتمنوا هذا العمل اللي كنقوموا به نجيبوا نوجدوا الناس اللي يساعدونا، وتكون امكانيات من الناس، لانه كيجي واحد المجموعه القريه التضامنيه كنعاونوا الناس الجمعيات والتعاونيات. وهذا العام اختارينا المسؤوليه ديال الانسان المواطن، هو المسؤوليه القانونيه والمسؤوليه الاخلاقيه والتكنولوجيه لتدبير الماء. الخطاب لجلاله الملك محمد نصره الله عيد العرش الاخير، الاهميه ديالو، الاهميه ديال الماء، الحفاظ على الماء، لأنه المسلم لا بد في أخلاقه وقيمه يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البعد الأخلاقي والقيمي والرحولي يجعلنا نحافظوا على هذه البيئة، من محافظة على بيئتنا الداخلية. لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. هذا هو خص يكون كذلك. المسلم كيمشي للمسجد وكيمشي ماشي ما يمشي للمسجد يبقى هذا كيحسد هذا كيدنا لا، خصنا نكونوا التصوف في واحد الجمله اللي هو مقام الاحسان اللي هو من الدين ماشي دين اخر.
فيقول ولا ترى العيب فيك إلا فيك معتقدا، عيبا بدا بينا لكنه سترى. دائما قبل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب أو قبل أن تحاسبوا الناس. فالإنسان يحاسب نفسه بحال الطوموبيلة، خصو يشوف دائما ذاك الطابلو دبور باش يشوف يزيد لها الزيت يزيد لها هذا، فإذا يشوف النفس ديالو اش كتقول له، أمار الخواطر، كل من يبغي ينعس. فهذا مهم بالنسبة لكم كاملين حنا تنصحوا. فهذا الإنسان باش يمكن يزيد القدام، فإذا شاف العيوب في الناس غادي يعمر قلبه بالعيوب الناس وقلبه يتسخ ويتعمر ويبقى فيه ستراس لا، فوض أمركم إلى الله تستريح، ربي هو عنده المفاتيح، حاجة مكتبها لك كانت توصلك لدارك، سواء كانت عملا ولا كانت صدقة ولا كانت خيرا. الكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة في وجهك صدقة. أعانكم الله وأعاننا على فعل الخير. فمن فرج عن مؤمن كربة فرج الله كربه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. شكرا لكم على هذا حسن الرياء. لا هذا الأخلاق ديالكم اليوم، الصبر ديالكم. أول مرة كنشوفكم في المستوى داركم وتوالفتوا معنا. وسمحوا لنا الا كان شي حد ولا كنا هذا متطوعين، كلهم متطوعين، الا شي واحد سأل معكم الاداب ولا ما كذا ولا بكذا شيء اعذرونا. التمس لاخيك الف عذر. شكرا لكم، حببناكم في الله، من ناظور، من وجدان، زيوم، بركان، مداغ، محفير، من تطوان، من رباط، من كل شيء، جميع وسائل الاعلام. شكرا للشباب اللي يعني عبر منابركم، مع العلم انه كانت يعني شفتوا واحد الجانب انتم يمكن علمي عملي ديال قراءه التضامن الملتقى. كاين واحد الجانب ديال ذكر السوره القران، اكثر 200 طالب فقيه في القران جاوا لهنايا، يعني كلها صلوات واذكار لطيف لحفظ ملك البلاد. سهرت عليها مشيخه الطريقه القادريه بوتيشيه باذن الشيخ الدكتور مولاي جمال الدين، حفظا للبلاد ومغربنا الحبيب وملك البلاد نصره الله وايده وحفظه في ولده ولي العهد المولى الحسن بات نبات الحسنه، وفي كذلك مولاي رشيد واسر العلويه الشريفه. هذا الشيء كله تلقائي، وكان يعني ما كاينش تلقائي من 5 الصباح وحنا كنديروا هذا الاستجابه ونتحاوروا معكم. سمحوا لنا بزاف إلا أخطأنا، والمجتهد مأجور على كل حال، فإن أصاب فله أجران فأخطأ فله أجر واحد. شكرا. وأنا مسرور اليوم إن يمكن هضرت بزاف ولكن ختم عندكم الكثير، كل واحد كيتكلم وكيقول شي حاجة في قلبه. هذه الوجوه النيرة الطيبة والحمد لله. هذا عهد وميثاق ديال المحبه وميثاق. اشتغلنا على الذكاء الاصطناعي ولكن كاين واحد الذكاء روحي اللي كنتبادلوا جميعا، والحمد لله. الله يرزقكم الستر والخير والبركه والتيسير. اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا جعلنا من القانطين. اعطينا المغرب ديالنا الخير والبركه والمطر الحمد لله، لان المغرب بلد فلاحي. في تساقط الامطار تكون هذه السنه ديال 2024 تعود بالخير، تعود علينا بالخير، لانه الكفوف امضى من السيوف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى. فالله يجعل تعاون في الخلوات ديالكم، راه في كاين الخير فيكم انتم. الانسان ما يحقرش نفسه. حنا نلتمس منكم الدعاء لنا ولشيخنا وطريقتنا وجميع الطرق الصوفيه وجميع الناس وحكومتنا والجميع كاع اللي كيجتهد، نتمنى لهم التوفيق، وجميع العلماء وجميع سواء في وجدك اللي بغينا ولا ما بغيناش. الحمد لله. حنا ما نكرهوا حتى شي واحد، لا تكره يهوديا ولا نصارى، كره نفسك اللي بينا جنبي. لا ما نكرهوا حتى شي واحد. هذا هو الجهاد الاكبر. رجعنا الى الجهاد الاكبر، الى الجهاد الاصغر. قال يا رسول الله الجهاد الاصغر، قال يا رسول الله الجهاد الاكبر، قال جهاد النفس بعد عدوك. الله يجعلها نفس مطمئنه راضيه مرضيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.